مع بعض الكرنب باسهل طريقه، ولا يجلد منك ولا يتهري ولا يحصل له اي حاجه. لو قعد بالسنه عندك الكرنب اوان اليومين دول، وتقدري تخزنيه من دلوقتي. اولا عشان الطريقه تبقى ناجحه معاكي احنا مش هنحط ملح، احنا بس هنحط كمون. عايزه تحطي كمون خشن حطي، كمون ناعم حطي بس. الورق اهو حطيته في الميه، الميه غليت، ما خلوش بقى في يعني يغلي، لا انا حطيته اهو اقلبه الناحيه التانيه واروح مطلعه على طول. انا مش عايزاه يغيب في الميه، بس انا كده هطلع الورق اهو. هو بيطلع نص سوا طبعا زي ما انا قايله لكم، مش عايزاه مستوي قوي عشان البخار لو على بعضيه هيخلي الورق يتهري. اهو بصوا بطلعه في ميه بارده من الحنفيه، والتاني بطلعه من المصفى وادلق عليه ميه في ساعتها. بصوا بس اهم حاجه ان هو يقعد في المصفى يصفى او ميبقاش فيه نقطه ميه. حبايبي الورق اهو بعد ما وضبته اهو، توضبيه طبعا بالطريقه اللي تعجبك، تحطيه في اطباق، تحطيه في اكياس بلاستيك. واهو اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وسلام.